ركنيه اولى لصالح فريق نادي اليوفي، هيلعبها سيموني بيبي النهارده. اعتقد عنده فرصه كبيره قوي انه يعني يعود ويشارك مع اليوفنتوس رغم طبعا الصعوبات، لكن هو بيلعب بدور جيد قوي الحقيقه حتى الان. كوره على طول تبعت، كيرتيتش امامنا، المساحات اللي بيبحث عنها محمد صلاح، انطلاقه صلاح والسرعه، صلاح والمهاره، صلاح وفرق السرعه، انطلق حلوه قوي، هل يسجل؟ يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل يا صلاح، يلا سجل يا صلاح. ادي امامنا محمد صلاح، اعجاز ما يقدمه، هو اعجاز ما يقدمه محمد صلاح، اعجاز امامنا هو، والاجتهاد والتوفيق وامام يعني جماهير في ملعب اللقاء. وادي امامنا إليجري، وبص شوف بقى يا الكوره، بوفون نايم ازاي، ومحمد صلاح بيسجل 5 اهداف مع الفيولا. خد مشوار حلو قوي، ويعني معاه اللاعب بادوين، ولكن اللي كسب هنا في السباق ده محمد صلاح، وما شافهاش بوفون. محمد صلاح يسجل في مرمى بوفون، سجل يا تاريخ، سجل لمحمد صلاح. يعني هذه البدايه، وهذا يعني الاجتهاد وهذا التوفيق في مباراه اليوم. ماركيزيو، مقطوعه من ماركيزيو، خدها محمد صلاح، يا ولد على الانجاز، يا ولد على الاعجاز، يا فخر بلدك يا محمد صلاح، انت فخر للمصريين وفخر للعرب. وادي امامنا هنا ماركيزيو يخطئ، ومحمد صلاح في مباراة العمر في قمة التألق في أزهى الفترات، وبوفون يتابع هنا من خارج الملعب وينظر إلى هذا التألق، وهدف في مرمى الحارس استوراري عشان يضيف محمد صلاح هدفه السادس في 7 مباريات. شوف هنا قطع وضغط خواكين، وادي ماركيزيو، ومحمد صلاح لا يخطئ هذه الأمور، لا يخطئ هذه الأمور. هو القناص، قناص، هدف جميل يجعل الجميع في ملعب اللقاء، ملعب يوفنتوس أرينا هنا في حالة صمت، لأن محمد صلاح سجل وهدف جميل. وشوف سعادة باسكوال بهذا الهدف عشان تبقى النتيجة 2-1 في الدقيقة 55. مباراة تاريخية لمحمد صلاح، تاريخ بيسجل